هو اصفرار وكرمشة الأوراق بتاعة النخيل دي حاجة طبيعية ولا دي ممكن تكون رسالة استغاثة بيوصلها لنا؟ قبل ما نقول ده مرض أو شمس زايدة أو ري زايد، تعالوا نفهم سوا. ممكن يكون السبب ببساطة نقص عنصر غذائي. بالظبط، النبات زينا بيتأثر لو ما أخدش كل عناصره الغذائية بكميات كافية. السلام عليكم، أنا مهندسة أميرة طه. في الفيديو النهاردة هنعرف أعراض وأسباب وعلاج أشهر العناصر الغذائية في نباتات الزينة، خاصة في النخيل. وده مش رأيي الشخصي، ده خلاصة بحث علمي من جامعة فلوريدا، ودي واحدة من أقوى الجامعات الزراعية في العالم. النوع ده من الملفات بيستخدم كمرجع زراعي للمهندسين الزراعيين، ويعتبر مصدر موثوق جدا خصوصا في زراعة نخيل الزينة. ملحوظة مهمة، آخر الفيديو هسيب لكم المصادر، وفي ملحوظة مهمة جدا لازم نعرفها. يلا نبدأ. أولا، نقص النيتروجين ده من العناصر الكبرى اللي بيحتاجها النباتات بشكل عام بكميات كبيرة. طب أعراض نقصه بتظهر على إيه؟ بيظهر على شكل اصفرار عام في النبات بالكامل، بيبتدي بالأوراق القديمة بتصفر، بيكون لونها باهت، النمو بيكون أبطأ، النخلة بتبان هزيلة وضعيفة، بيبان فرق واضح بين الأوراق الجديدة والأوراق القديمة. ودي بعض مظاهر نقص النيتروجين. طيب ايه الحل؟ الحل ان احنا بنستخدم أسمدة غنية بالنيتروجين زي اليوريا أو الأمونيوم. الكميات بيحددها المهندس الزراعي المتخصص لما بيشوف الإصابة على أرض الواقع. تاني نوع هو نقص الفوسفور. الفوسفور من العناصر الكبرى اللي بيحتاجها النبات بكميات كبيرة. بيظهر أعراضه بشكل لون الورق بيميل للأخضر الغامق أو البنفسجي من أسفل الورقة، الجذوع بتبان رفيعة والنخلة مش بتطول. العلاج بتاعه بستخدم سوبر فوسفات كالسيوم أو حمض فوسفوريك. أسهل حاجة ممكن أستخدم NPK متوازن أو NPK في نسبة فوسفور أعلى. تالت نوع هو نقص البوتاسيوم، وده أكتر نقص منتشر في نخيل الزينة. بيبدأ ظهوره في الورق القديم، أطراف الورقة كأنها محروقة، بيبقى لونها أصفر وبيتحول للون بني من الأطراف. الورقة بتكون هشة جدا وسهلة الكسر. بيبتدي الأعراض بالإصفرار، وبعد كده الورقة بتجف تماما وبتكون سهلة الكسر. ودي بعض أعراض النقص على النخيل المختلف. طيب ايه العلاج؟ ان انا بستخدم سلفات بوتاسيوم او نترات بوتاسيوم، وبيفضل التسميد الورقي في الحالة دي لسرعة الامتصاص. النوع التاني هو نقص المغنيسيوم. المغنيسيوم بيظهر الأعراض بتاعته على الأوراق القديمة، بيظهر على شكل اصفرار ما بين العروق، لكن العرق الوسطي نفسه بيكون لونه أخضر. شكل النخلة ككل بيكون باهت زي ما احنا شايفين، العرق الوسطي أخضر وباقي النبات مصفر. العلاج ان انا بستخدم سلفات مغنيسيوم. نقص المنجنيز، أعراضه بيظهر على الأوراق الجديدة، بيكون لونه أصفر بين العروق زي الحديد بالظبط، لكن الفرق إن الإصفرار بيبقى أقل حدة وبيظهر أكتر على الأوراق المتوسطة مش الأوراق الصغيرة أوي. في الحالات المتقدمة الورقة كلها بتنشف وبتتكرمش. ودي أعراض نقص العنصر على النخيل المختلف، بيظهر على شكل التواء وكرمشة في الأوراق. في الحالات الشديدة بيظهر على شكل تشوه في القمة النامية. العلاج أفضل حل هو رش سلفات منجنيز، أو ممكن نستخدم منجنيز مخلبي، وغالبا هنلاقيه متوفر بتركيبات ما بين المنجنيز والزنك والحديد بيبقوا مع بعض، وده مفيد جدا للنخل. النوع التاني هو نقص الحديد. الورق الجديد بيطلع لونه أصفر مصفر جدا، العروق الوسطية نفسها بتكون خضراء. في حالة الإصابة الشديدة الورقة كلها بيكون لونها أصفر وبيتم تساقط أوراق. وده شكله على النباتات المختلفة. العلاج ان انا بستخدم حديد مخلبي. افضل صورة هي ايدها اللي هي EDDHA، خصوصا لو التربة قلوية، ومعظم التربة في مصر قلوية، فدي افضل صورة ممكن نستخدمها. النوع التاني نقص البورون، وده بيأثر على الأوراق الجديدة. أعراضه بيكون القمة النامية بتتلف وبتموت، والنمو بيبقى شبه متوقف. الورق الجديد بيكون متشوه ومجعد، وأحيانا في بقع ميتة. شكل النخلة العام بيكون نموها بطيء جدا، والنمو بيقف بشكل مفاجئ، وبيحصل ساعات تشققات وتعفن في الساق الصغيرة أو الجريد. والقمة النامية الورق بيكون ملفوف شبه إن هو مش بيتفتح أصلا. في بعض الأنواع النخيل بيتكرمش الورق ويتجعد وياخد شكل الفي. في الإصابة الشديدة خاصة في النخيل المثمر زي نخيل جوز الهند بيتم تساقط الثمار نفسها قبل النضج.
هنا بيظهر تشوه لأجزاء مختلفة من النخل، وفي حالة التطور بيموت قمم النامية. الحل إن أنا بستخدم بورون سائل أو بورات الكالسيوم، وبستخدم مركبات فيها بورون قليل كرش وقائي. معلومة: ما ينفعش نزود تركيز البورون لأنه سام جدا للنباتات. معلومة مهمة جدا لازم نخلي بالنا: العلاج والحلول اللي احنا قلناها في الفيديو بتختلف نوعها ومعدلها من نبات لنبات، وده لا يغني عن استشارة مهندس زراعي، لأن المعاينة على أرض الواقع بتختلف تماما. وبكده نكون جمعنا أشهر أعراض نقص العناصر والعلاج بتاعها. لو حابين الPDF الأصلي اكتبوا لنا كلمة PDF في الكومنت وهيتم التواصل معاكم. لو الفيديو فاتكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا عن أسرار الزراعة ببساطة. السلام عليكم ورحمة الله.